من الاخر يا صاحبي، الفيلم اللي معانا النهارده فيلم رايق وعاوز كده حد رايق يتفرج عليه، فعلشان كده روح حضر مشروبك الحلو، طفي انوارك، البس سماعتك واستمتع معايا بالفيلم. بيبتدي الفيلم بتاعنا في غابة اسمها غابة الميت فدان، وبتبتدي الحكاية بشاب اسمه كريستوفر روبن، وبيقابل في الغابة دي بعض من المخلوقات الغريبة واللي بيكون اسمهم البومة والأرنوب وإيرو وجولد، وطبعا المخلوق اللي اسمه ويني. وطبعا زي أي طفل تجاهل المخاطر اللي ممكن تنتج عن تعامله مع المخلوقات اللي زي دي، وبقوا أصحابه المقربين، وكان بيهتم بيهم، وكان بيسرق الأكل من بيته وبيروح يوديه لهم. وفي النهاية اضطر كريستوفر إنه يقرر يخطط لمصيره، وهو إن يسيبهم ويروح علشان يدرس الطب. وطبعا الكلام ده اتأثر بيه كل من المخلوقات دي، وبالأخص كان ويني، واتضايقوا جدا، ودخل عليهم فصل الشتاء وكان البرد شديد جدا، غير طبعا الجوع اللي كانوا فيه. واضطروا في الاخر ان هم يضحوا بواحد منهم علشان الباقي يقدر يعيش، وضحوا بإيو، ورجعوا الكائنات دي لاصلهم المتوحش، وبقوا متوحشين جدا اتجاه كل البشر، خصوصا كريستوفر اللي كان بالنسبة لهم هو السبب في كل اللي حصل ليهم. بتعدي 5 سنين وبيرجع كريستوفر مع حبيبته، وبيروحوا للغابة من جديد، وبتكون حبيبته زهقانة من المشي، ولكن بيقول لها ان احنا خلاص وصلنا. فبتقول له اشمعنى انا اللي جبتني هنا؟ فبيقول لها علشان انتي هتكوني مراتي ولازم تعرفي عني كل حاجة، وعلشان كده جبتك هنا، وخلاص كلها فترة صغيرة جدا وهنتجوز، لازم تعرفي على كل حاجة كنت بعملها في الطفولة، وكمان اعرفك على صحابي. وهنا كان يقصد الحيوانات، لكن ماري مش بتصدقه، وبتقوله ان الموضوع ده مجرد وهم في دماغك. فبيتضايق كريستوفر جدا، وبتقوله ان هي معاه وده علشان تدعمه، ولكن هي مش مقتنعة ان في حاجة اسمها كده اصلا. وبيجي صوت في الغابة، وبيخرج كريستوفر على صوت الدبدوب، وبيمشي ناحية الصوت، وبيلاقي البيت، ولكن بيكون بيت مليان دم وغير مسابه خالص. فماري بتخاف جدا وبتقول له احنا لازم نمشي من هنا، ولكن كريستوفر بيهديها وبيكون زعلان على اللي حصل لهم. وبيدخلوا المكان وبيسمعوا صوت حركة غريبة، فبتقول له ماري ان احنا لازم نستخبى بسرعة. وبيدخل الدبدوب وبيروح على السرير علشان خاطر ينام، وهما الاتنين بيكونوا شايفينه وخايفين جدا. وبيعدي الوقت وبيقرروا ان هما يهربوا من البيت، وفعلا بيقدروا ان هما يعملوا كده. وبتحاول ماري ان هي تستخبى في حفرة من الحفر، ولكن بيهجم عليها الدبدوب علشان يموتها، وبيخلع السلسلة وبيبتدي يلفها على رقبتها وبيموتها قدام كريستوفر. وبيترجاه كريستوفر ولكن بيموتها وبيخلص عليها. وبيهرب كريستوفر لناحية خندق صغير، وبيقف زعلان جدا على حبيبته اللي شافها بتموت قدامه. ولكن فجأة بيظهر له ويني، وبيحاول كريستوفر ان هو يترجاه يسيبه، وبيقول له على اللي عمله جولد في حبيبته. فبيظهر له جولد، والاتنين بيبدأوا ان هم يهجموا على كريستوفر وبيضربوه لحد ما بيفقد الوعي. وبيظهر اخبار كتير جدا في الوقت ده عن اختفاء البشر في غابة اسمها غابة الميت فدان، والاخبار بتنتشر بشكل كبير جدا لحد ما بنروح لبنت اسمها ميري، وبتكون عند دكتورة نفسية. وبتحكي ميري وبتقول انها مش عايزة تستمر في العيشة اللي هي فيها، وانها قلقانة من كل حاجة وبتحس بالخوف من اقل حاجة، ومن كتر الخوف بتمشي تبص وراها في الشارع. فبتطمنها الدكتورة وبتقول لها مادام عارفة فين المشكلة يبقى دي بداية الحل. فبتقول لها ميري انها بتحس بالخوف لما تكون موجودة وسط الناس او بين زحمة. فبتقترح عليها الدكتورة انها تاخد اجازة وتروح فيها المكان هادي بعيد عن الزحمة والضوضاء. وفعلا بتنفذ ميري نصيحة الدكتورة، وبتروح مع اصحابها للغابة. ولكن وهم في الطريق بيعدوا على بنزينة وبتكون مهجورة، فبتنزل ميري وبتنادي على اي حد يقدر يساعدها، لكن المكان بيكون مهجور. وفجأة بيظهر لهم واحد عجوز، وبيقول لهم ان التربونات بتاعت البنزين اللي بره دي بايظة بقالها سنين، وعليها ان هي تسوق حوالي 2 كيلو لانها مش هتلاقي بنزين. وبتخرج ميري لاصحابها، وبيوصلوا البيت بتاع ميري، وبتاخد منهم جيسي كل الموبايلات بتاعتهم، وبتقول لهم ان احنا جايين نقعد هنا مع بعضينا ونستجم بالطبيعة، وما ينفعش حد فينا يمسك تليفون. وبننتقل لواحدة تانية بشعر اشقر، وهي بتتكلم في التليفون مع واحد، لكن الشخص اللي بيتكلم معاها ده بيكون تليفونه مقفول. فبتبعت له رسالة وبتقول له ان الجي بي اس بتاع العربية بيقول لها ان هي لازم ترجع من المكان ده، وهي
وهي دلوقتي موجودة في غابة اسمها غابة الميت فدان، وبيمر الوقت عليهم وبتحاول توصل لأي حد وهي موجودة في الغابة. وفجأة بتشوف ويني وبيجري وراها، وهي بتفضل تجري لحد ما بتلاقي جراج وبتدخل جواه وبتستخبى، وبيدخل وراها ويني وبتفضل مستخبية وبتتوقع انها هربت منه. لكن اول ما بتظهر بيظهر لها مرة تانية من وراها، وبيفضل يضرب وشها على حافة أداة من الأدوات اللي بتكون موجودة، وبيحط جسمها كله جوه المفرمة، وبينزل من الناحية التانية قطع من اللحم. وبنرجع تاني لماريا هي واصحابها، واللي بتقعد تحكي لهم عن الصدمة والعقد النفسية اللي هي فيها، وبتقول ليهم كمان ان هي ظنت فعلا في وقت من الاوقات ان كل اللي هي فيه ده من وحي خيالها فعلا، لغاية ما في يوم من المرات وهي رايحة تنام حست بحركة وصوت غريبة، فراحت بصت من الستارة ولقت عينين بيبصوا لها. وفي مرة تانية كانت نايمة وحست ان باب الأوضة بيتفتح وان في حد كان بيقرب منها وكان بيحاول يغتصبها. ولما الشرطة دورت لقت في الكمبيوتر بتاعها صور لماريا وحاجات كتير تخصها، وبيتغير المشهد وبنروح لكريستوفر مرة تانية وبيكون متعلق في مكان وبيدخل عليه ويني، وبيفضل كريستوفر يتكلم معاه ويترجاه انه يوقف كل اللي هو بيعمله، وبيقول له ان اكيد الناس مش فاهماه زي ما كريستوفر فاهمه، وبيقول له كمان ان هو بيحبه جدا. وبنلاقي ويني بيتأثر بكلام كريستوفر وبتنزل الدموع من عينيه، وبيفضل يكسر ويدمر كل حاجة حوالين منه، وبيمسك الكرباج وبيفضل يضرب كريستوفر على ظهره وكأنه بيعاقبه على اللي هو عمله وان هو سابهم زمان، وبيحط قدامه الهيكل العظمي بتاع ماريا حبيبته، وبيفضل الدم بتاع ماريا بينزل على كريستوفر، وساعتها بيصرخ وبينطق اسمها بصوت عالي، وبيروح ويني علشان يرمي الهيكل العظمي بتاع ماريا، فبيسمع صوت موسيقى عالي شغال وبيروح ناحية الصوت، وبنشوف لارا وهي في حمام السباحة وعمالة تاخد كذا صورة، وهي بتقلب في الصور بنلاقي صورة للدبدوب واللي بيكون موجود معاها في الصورة، فبتتخض وبتحاول تشوف لو في حد تاني موجود معاها في المكان، ولكنها بتكمل عادي لما بتلاقيش حد. وفجأة بيهجم عليها ويني وبيكون مع جلد وبياخدوها من حمام السباحة وبيربطوها وبيثبتوها في الأرض، والدبدوب جلد بيروح يسوق العربية وبيعدي على راسها وبيكسر الجمجمة بتاعتها تماما. ولكن قبل ما بيعمل كده بتفضل لارا تصرخ بصوت عالي، وصرخها ده بيسمع باقي أصحابها اللي بيكونوا قاعدين في مكان بعيد، ولما بيوصلوا ناحية الصوت بيستغربوا ليه العربية اتحركت من مكانها، وبيشوفوا منظر الجثة وراسها متكسرة. ولما بيدخلوا البيت بيقابلوا ماريا وبيلاقوا جملة مكتوبة بالدم واللي هي امشوا من هنا، وبتشوف ماريا واصحابها الدبدوب جلد وبيقولوا لبعض ان هم يحاولوا يدخلوا البيت ولكنهم مش هيقدروا لان الابواب بتكون مقفولة. وبتروح اليسا وزيوي للمطبخ علشان يجيبوا ادوات يدافعوا بيها عن نفسهم، وبتنهار ماريا لانها بتفتكر كل اللي بره دول هو الشخص اللي بيطاردها، وصاحبتها بتحاول تهديها وبتقول لها ان المحنة دي خلاص قربوا يعدوا منها. ولما بتيجي مرة تانية اليسا وزيوي بيفتكروا ان لارا راحت حمام السباحة من الجنب الخلفي للبيت واكيد سابت الباب مفتوح، فبيقرروا هما الاتنين يروحوا يقفلوا الباب. وبتتملك ماريا نفسها وبتفتكر انها معاها مسدس وبيطلعوا الاوضه بتاعتها هما الاتنين علشان يجيبوه. وفي الوقت ده اليسا وزيوي بيحاولوا يقفلوا الباب وبيتمنوا ان ما يكونش في حد دخل الفتره اللي فاتت دي، لكن لسوء الحظ بيدخل جلد عليهم وبيفضل يضرب في اليسا وبيوقعها في الارض. وبتروح زيوي تنط في حمام السباحه وبتفضل تشتم جلد وتقول له ان هو مختل نفسيا، وجلد بيروح لزيوي وبيحاول ان هو يجيبها بالسلسله ولكن مش بيعرف، فبيضطر في وقتها ان هو ينزل الميه ويضربها في حمام السباحه، وده من خلال المطرقه بتاعته، وبيقدر يعمل كده وبيموتها. وكل ده بيكون قدام اليسا واللي بياخدها جلد معاه وبيطلع بره، وبتكون ماريا وجيسي مستخبيين من الدبدوب وبيشوفوه واخد واحده معاه، فبيروحوا ناحيه حمام السباحه وبيشوفوا زيوي واللي بتكون مقتوله، وبيقرروا ان هم يتتبعوه علشان يعرفوا هيودي فين اليسا. وبتكون اليسا مربوطه والدبدوب بيحط ماده لازقه على بقها وبيقرب من اليسا وبيفضل يضربها لغايه ما بتفقد الوعي. ولما بيمشي الدبدوب بتروح ماريا وجيسي ناحيه اليسا وده علشان يقدروا ينقذوها، وبيحاولوا هما الاتنين يهربوها. فبيدخلوا في الكهف وهناك بيلاقوا كريستوفر واللي بيكون متعلق، فبتقرب منه ماريا واول ما بيصحى بيخافوا كلهم لكن بيقول لهم يفكوه بسرعه، وفعلا بيعملوا كده. وبيقول لهم كمان ان في واحده لازم هما ينقذوها، وبيقول لها ان الدباديب دي لسه جايباها النهارده. وبيروحوا وبيلاقوا البنت متعلقه ومشدوده من ايديها ووشها وارم، وبتطلب منهم المساعده، فبيسالوها مين المخلوقات دي، فبتقول لهم واحد خنزير
والتاني دبدوب، وبتقول لهم ان الخنزير ده اسمه جلد، وان هم كمان بيتكلموا انجليزي بطريقه وحشه جدا، وبتقول لهم ان جلد بيضربها بالمرزبه بتاعته كل شويه، فبيقرروا يفكوها وياخدوها معاهم من المكان. وفي الغابه بتقدر تشوف شكلها واللي حصل في وشها، واللي بيكون من خلال ازاز البيت، وبتفضل تصرخ وتبكي على اللي حصل لها. وبتحاول ماريا واصحابها ان هم يهدوها، لكنها بتاخد منهم المسدس وبتقول لهم ان هي لازم تنتقم منهم قبل ما تمشي. وبتروح فعلا المكان بتاع جلد وبتفضل تنادي عليه، واللي بيكون بصوت عالي، وبتناديهم بالمختلين. وبيظهر لها فجأة جلد قدامها، وبتحاول ان هي تنتقم منه وتضرب عليه نار، لكن المسدس مش بيشتغل. وبيظهر وراها ويني فبيضربها وبيوقعها على الارض، وبيحط عليها المادة اللزجة بتاعته. وبيجي جلد وبيهجم عليها، وبتكون ميري مش قادرة تسمع صوت الصراخ بتاعها، وبتطلع هي وجيسي صوت. وبيلاحظ الدبدوب صوتهم، وهم بيضطروا ان هم يهربوا، ومش بيكون فاضل غير أليسا واللي بتستخبى في مكانها. وبتشوف المطرقة بتاعت جلد، ولما بيعدي جلد بتضربه بيها وبيفقد الوعي. وبتفضل جيسي وميري يحاولوا ان هم يبعدوا عن الدبدوب ويهربوا منه. وبنشوف أليسا اللي بتكون رابطة جلد بالسلسلة، وبتفضل تضرب فيه بالمطرقة بتاعته يمين وشمال. وبيحاول جلد ان هو يفك السلاسل اللي مربوط بيها، وبتتريق عليه أليسا وبتقول له انت اكتر واحد عارف قوة السلاسل دي. وبتفضل تضربه وكأنها بتنتقم منه، كل ضربة عن كل واحد موته، واخر ضربة كانت لاجل موت صاحبتهم زوي. وبيسمع ويني صوت جلد وهو بيصرخ، فبيرجع له بسرعة وبيسيب ماريا وجيسي، واللي يعرفوا ان هم لازم يرجعوا علشان ينقذوا صاحبتهم. لكن من قوة ضربات أليسا بيموت جلد، وبيوصل الدبدوب متأخر، وبيمسك أليسا وبيرفعها لفوق، وبيحط في بقها السكينة وبيغرزها في الخشب اللي بيكون وراها، وبتفضل كده متعلقة. وبيشوفوا أصحابها منظر أليسا فبيخافوا ويرجعوا يهربوا تاني، لحد ما بيطلعوا على الطريق وبيلاقوا عربية ماشية وبيطلبوا منهم النجدة، وبيحاولوا يشرحوا لهم اللي بيحصل، لكنهم مش بيكونوا مصدقين. ولما بيظهر الدبدوب ويني قدامهم بيفضلوا الناس يتريقوا عليه ويسخروا منه، وبيفتكروا انه بني ادم بس لابس ماسك على شكل دبدوب، وبيخوف البنات فبيتلفتوا حواليه زي الدايرة، وكل واحد بيضرب فيه شوية وبيكونوا مستمتعين جدا. وويني بيكون سايبهم على الاخر، وبيفتكروا نفسهم ان هم كده انتصروا عليه. ولما بتيجي واحدة معاهم بتروح تكسر على راسه الازازة، فبيلفها وبيمسكها من ايديها وبيكسرها، وبيبتدي ان هو يضربهم كلهم ويدهس ايديهم. وبيتملك الرعب ما بين ماريا وجيسي، وبيحاولوا ان هم يشغلوا العربية باي طريقة علشان يهربوا. وبتشتغل العربية وبيخبطوا ويني لكنه مش بيقع، وبيمسك في العربية وبيحاولوا هما الاتنين يوقعوه لكنهم مش بيقدروا. وبيحاول ويني ان هو يوصل ليهم لغاية ما بتتلخبط ماريا وهي بتدوس فرامل، وبيقع ويني قدامها وبتخبط فيه وبتعمل حادثة. فبتفوق ماريا وراسها مليانة دم، وبتشوف ويني وهو بيمسك صاحبتها وبيقف قدام ماريا وبيمسك راس جيسي بعد ما فصلها عن جسمها، وبيرمي راسها على العربية. وبيروح لماريا وبيخرجها من العربية وبيطلع السكينة علشان خاطر يقتلها، لكن فجأة العربية بسرعة كبيرة بتخبط في الدبدوب، واللي بيكون جواه هو كريستوفر. واللي بيفوق وبيروح بسرعة لماريا علشان يطمن عليها، وبيقول لها ان خلاص ما تخافش والموضوع انتهى. لكن الموضوع ما انتهاش ولا حاجة، وبيصحى ويني مرة تانية وبيحاول كريستوفر ان هو ياخد ماريا ويهربوا، لكن هما الاتنين مصابين. وبيمسك الدبدوب السكينة مرة تانية وبتنفجر العربيتين من وراه، وبيقع كريستوفر وماريا. وبيحاول كريستوفر انه يترجى ويني تاني انه يسيب ماريا، وبيقول له ان كفايه قوي الناس اللي هو اذاهم، وبيقول له انا عارف ان انت لسه جواك الخير. وبيقول له ان هو كمان عارف غلطه ان تسبب ليهم بالاذى الكبير. وفضل كريستوفر يطلب منه ان هو يسيبها وياخده هو مكانها، لكن ماريا فضلت تقول له كريستوفر ان هو هيقتلها، لكن كريستوفر بيقول لها ان هي انقذته في مره فلازم هو ينقذها في مره. وفضل يكمل كلامه مع ويني وبيوعده ان هو هيكمل معاه في الغابه زي ما كانوا زمان. لكن بنلاقي فجاه ويني طلع السكينه وذبح ماريا قدامه، وبيقول لكريستوفر خلاص لقد رحلت. وكريستوفر بيفضل يصرخ وبيهرب كريستوفر، وبيفضل الدبدوب يطعن فيها بالسكاكين بتاعته. وكريستوفر بيفضل يبكي وبيحس ان هو السبب في كل اللي حصل للناس، وهو السبب في كل ارواح الناس اللي انتهت دي. وبينتهي الفيلم معانا لحد هنا. لو عجبك الفيلم ده ادعمني بلايك واشترك معايا في القناه يا صاحبي، وفعل زر الجرس علشان يوصلك اي ملخص فيلم جديد. كان معكم أداة فويس اوفر محمود مسعود من قناه افلامجي، واشوفكم على خير في فيلم قادم. سلام.